من زمان والعالم لعبة مؤامرة. في الفيديو ده هنكشف لك 7 أسرار ما كانوش عاوزينك تعرفها، هتغير وجهة نظرك عن العالم. رقم 1، تجربة توسيجي، الطب لما يتحول لجريمة. ما بين 1932 و 1972 الحكومة الأمريكية عملت تجربة على مرضى من أصل أفريقي. قالوا لهم إنهم بياخدوا علاج للزهري، لكن الحقيقة ما كانش فيه أي علاج. كانوا بيشوفوا المرض هيوصل لفين من غير أي تدخل. ناس ماتت وناس فقدت عقلها، والسر اتفضح بعد 40 سنة كاملة. والكارثة بقى في الموضوع إن ده كان تحت إشراف رسمي. رقم 2، مشروع ام كي الترا، السيطرة على العقل. في الخمسينات السي اي اي اطلقت مشروع سري اسمه ام كي الترا. جربوا ادوية مهلوسة على ناس من غير علمهم زي ال اس دي، وكانوا بيدوروا على قاتل مبرمج، شخص يتغسل دماغه ويقتل بدون وعي. المشروع اكتشف بالصدفة واتدمرت مستنداته، لكن السؤال، هل فعلا وقف ولا لسه شغال في الخفا؟ رقم 3، الكارثة النووية في أمريكا. في سنة 1961 طيارة أمريكية وقعت وكان معاها قنبلتين نوويتين أقوى من هيروشيما ب 250 مرة. واحدة من القنابل دي كانت على بعد خطوة واحدة من الانفجار. 3 آليات فشلوا، وآلية واحدة بس هي اللي أنقذت أمريكا من كارثة نووية داخلية. تخيل لو انفجرت. رقم 4، تجربة الضحك اللي قتلت صاحبها. سنة 1956 في واحد اسمه روبرت هيدج دخل تجربة لتحفيز العصب الحاد. المفروض التجربة علمية بسيطة، لكن النتيجة كانت ضحك هستيري استمر أكتر من ساعة لحد ما قلبه وقف. التجربة دي اتمنعت بعدها واتكتم على تفاصيلها سنين طويلة. رقم 5، القنبلة البيولوجية اليابانية. في الحرب العالمية التانية اليابان كانت بتحضر لخطة اسمها مشروع الميت هدف، نشر أمراض مميتة زي الطاعون في أوروبا عن طريق قنابل حيوية وطيارات ورقية. التجارب دي اتعملت على أسرى وآلاف ماتوا. والغريب بقى إن أمريكا خدت العلماء المسؤولين وشغلتهم في مشاريعها السرية. رقم 6، تجربة سجن ستانفورد لما التمثيل يتحول لواقع. في 1971 مجموعة طلاب شاركوا في تجربة نفسية، نصهم سجان والنص التاني مساجين. بعد أيام قليلة الناس نسيوا إنها تجربة. اللي كانوا بيمثلوا دور السجان تحولوا لمجرمين فعليا، ضرب وإهانة وإذلال. التجربة اتوقفت بعد 6 أيام، لكنها فضحت قد إيه الإنسان ممكن يتغير بسرعة لو اديته سلطة. رقم 7، محاولة تفجير القمر. صدق أو ما تصدقش، في سنة 1958 الجيش الأمريكي كان عنده مشروع اسمه A119، هدفه تفجير نووي على سطح القمر. طب ليه؟ كان بيستعرض قوته في مواجهة الاتحاد السوفيتي. المشروع اتلغى لكن المستندات اتسربت. وتخيل بقى لو ده فعلا حصل، هل القمر كان هينجو؟ وكان ايه اللي هيحصل لتوازن الأرض؟ في النهاية أحب أقولك التاريخ مش دايما مكتوب في الكتب، في صفحات اتقطعت ومعلومات اتدفنت، لكن اللي اتسرب منهم كفاية خلينا نعيد تفكير في كل اللي حوالينا. قولنا في الكومنتات أنهي تجربة أو سر من دول شدك أكتر. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول.